بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى من حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. فضل ونسال امرنا نشترك في القناه بعد اذن حضراتكم. يا جماعه مقصرين معايا قوي في اللايك والشير، لايك وشير بعد اذن حضراتكم، ونشترك في القناه. غربله في النادي الاهلي، غربله في النادي الاهلي. وصلت الاخبار من شويه ان مجلس الاداره يتخذ قرار بغربله اللعيبة اللي شفناهم في مباراة المصرية للاتصالات. أكتر من لاعب هيمشي، وزي ما قلت وزي ما طلبت مجلس الإدارة إن أنا عن نفسي محبش أشوف أي حد من التشكيلة اللي موجودة دي. مش معقول يا جماعة، دي مش دكة النادي الأهلي، دي مش دكة النادي الأهلي. مع احترامي يعني، انتوا لو جبتوا دكة من مركز شباب، مع احترامي والله الناس دي هتأدي والله عن اللعيبة اللي لعبت النهاردة. كارثة، أقسم بالله كارثة. انت بقالك يعني سنتين او بقالك عامين متواصلين انت مش بتشارك في كاس مصر، لان احنا انسحبنا في سنة، والسنة التانية ما لعبناش لان كان عندنا عقوبة الانسحاب. والسنة دي انت بتشارك يعني بتخرج، يا ريتك يعني خرجت امام الزمالك، امام بيراميدز، امام فرقة كبيرة يعني او فرقة بتنافس. ولكن انت خرجت على يد المصرية للاتصالات مع احترامي. ولكن هم يستحقوا، حرفيا هم يستحقوا صراحة. احنا ما لعبناش يا جماعة، احنا ما لعبناش، احنا عندنا اشباه لاعبين، احنا عندنا اشباه لاعبين. وانا بصراحة يعني فرحت للاخبار دي. اكتر من لاعب هيمشي، في لعيبة كتير جدا هتمشي، يعني زي اشرف داري، زي عمر كمال، محمد شكري، مين تاني، بيكهام. طبعا ما كانش بيلعب النهارده بس برضه هيمشي مع الناس اللي هتمشي. ممكن محمد شريف ما نشوفوش، ممكن احمد رضا، احمد نبيل كوكا. يعني الناس دي كفايه عليها والله، اللعيبه دي عفى عليها الزمن، اللعيبه دي خلاص هو ده ادائهم. يعني مش مثلا لعيبه ما كانتش في يومها او لعيبه مش في مستواها، لا هو ده مستواهم. حرفيا هي دي اللعيبه دي، هو ده مستواهم. مفيش يعني مش هيبقى في تطوير، مش هيبقى في اي جديد في الفتره الجايه. هو ده لعبهم، وهو ده اخرهم، وهو ده مستواهم. خلاص بقى يعني ايه، معلش يا مجلس اداره، كفايه عليهم كده، كفايه عليهم كده والله حرفيا. اللعيبه اللي لعبت النهارده كفايه عليهم كده. عمر كمال، اشرف داري، بيكهام، قفشه، شريف، طاهر، شكري. وايه شكري ده يا جماعه؟ ومستوى شكري ده، انا حاسس ان شكري ده مش هو ده اللي كان بيلعب مع سيراميكا والله. اكيد حضراتكم شفتوهم في سيراميكا. السلام عليكم.